السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نعد في الاكسل بناء على اكتر من شرط. خدنا قبل كده ازاي نعد في الاكسل وازاي نعد باكتر من طريقه، سواء انا عايز اعد ارقام، اعد نصوص، اعد خلايا فاضيه، واعد بناء على شرط. كل الكلام ده هسيب لكم ليه رابط في وصف الفيديو، وكمان هيظهر قدامكم على الشاشه. النهارده هنعرف ازاي نعد بناء على اكتر من شرط. لو بصينا للتمرين اللي قدامنا ده، عايزين نعرف ادم باع كام مره السماعه. خلي بالكم احنا هنا بنعد مش بنجمع، دالة كاونت مسؤولة عن العد بس. في التمرين اللي قدامي دلوقتي انا هستخدم انهي دالة؟ المطلوب ان انا اعرف ادم باع كام سماعة. اللي بيقول احنا بنعد فاحنا هنستخدم دالة كاونت، صح، برافو عليك. لكن انهي كاونت بقى؟ هنا انا بعد بناء على اكتر من شرط. انا عايز اعرف ادم باع كام سماعة، ادم والسماعه، كده انا عندي شرطين. انا لو قلت عايزه اعرف انا بعت كام سماعه وخلاص يبقى كده هي شرط واحد، انما انا عايزه اعرف ادم بالتحديد باع كام سماعه، كده انا عندي شرطين. ادام بقى عندك اكتر من شرط واحد، كده انت هتستخدم داله كاونت اف. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنعملها هنقف في الخليه اللي عايزين نطلع فيها الناتج، هنبدا نكتب اسم الداله يساوي وبعدين كاونت. اول ما بتبدا تكتب كاونت بتطلع لك العيله كلها بتاعه كاونت. احنا هنا محتاجين كاونت اف، هندوس دبل كليك على كلمه كاونت اف. طيب هتلاقي المطالب بتاعه الداله بتظهر تحت كده، لكن احنا علشان نسهل على نفسنا هنروح ندوس على انسرت فانكشن او علامه الاف. هنا هيطلع لي المطالب بتاعه الداله دي ايه. الداله دي بتطلب مني حاجتين: فين المكان بتاع الشرط بتاعك، وبعد كده فين الشرط بتاعك، فين العمود اللي فيه الشرط، وبعدين فين الشرط. طيب الشروط اللي عندي ايه؟ انا عايز عدد السماعات اللي باعهم ادم. انا كده عندي الشرطين، اول شرط سماعه، تاني شرط ادم. السماعه دي موجوده فين؟ في انهي عمود؟ في الاسم ولا المنتج ولا السعر؟ موجوده في المنتج، فانا هحدد العمود اللي فيه المنتج. حلو، دي الكريتيريا رينج 1. طيب الكريتيريا 1 فين الشرط بقى؟ الشرط الاولاني ايه؟ اللي هي السماعه. خلي بالك تروح تقف عند كريتيريا 1 وبعدين دوس على السماعه. يبقى انا عملت ايه؟ الشرط الاولاني عايزين منه حاجتين، والشرط الثاني عايزين منه حاجتين، ولو في شرط ثالث عايزين منه حاجتين، وهكذا. الحاجه الاولانيه مكان الشرط فين، الحاجه الثانيه الشرط نفسه فين. طيب اول شرط انا عندي مكان الشرط العمود بتاع المنتج، والشرط اللي هي السماعه. طيب الكريتيريا رينج 2 ده مكان الشرط 2. مكان الشرط الثاني فين؟ اللي هو المفروض اسم المندوب، يبقى هو العمود ده. الاول حدد العمود اللي فيه اسم المندوب، وبعد كده روح على الكريتيريا 2 وهتحدد اسم المندوب اللي هو ايه. يبقى انا كده عندي الكريتيريا 1 مكانها وهي مين، والكريتيريا 2 مكانها وهي مين. مكانها يعني العمود بتاعها فين، وهي مين يعني اسمها ايه. طيب لو في عندك كريتيريا 3، شرط 3 و4 و5، كل ما بتروح تخلص شرط بيفتح لك شرط جديد. في الحاله دي انا محتاج الشرطين دول بس، وهقول اوكي. هيطلع لنا الناتج 1. طيب ليه 1؟ هو ادم فعلا باع سماعه. طب تعالوا كده نشوف ادم تاني. لا مفيش عندي ادم باع الا مره واحده وباع سماعه بس. طيب لو جيت هنا وكتبت ادم وبعدين كتبت ان هو باع سماعه برضه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الناتج هيبقى 2. ليه؟ لان في عندي 2 ادم باعوا سماعه مره وسماعه مره، هو بيعد مش بيجمع. طيب تعالوا نغير كده، بدل سماعه بالمناسبه احنا عاملين دروب ليست او قائمه منسدله. هسيب لكم رابط شرح ازاي تعمل القائمه دي في وصف الفيديو، وكمان هسيب لكم رابط هيظهر قدامكم على الشاشه. طيب خلينا كده نختار شاشه، وبعدين هنلاقي ان عدد المعاملات 0. طب ليه؟ علشان ادم ما باعش اي شاشه، مفيش عدد شاشات ادم باعها. طيب لو غيرنا ادم وقلنا مثلا ساره، هنلاقي ان ساره باعت شاشه واحده. يبقى بكده انا عرفت اعد بناء على اكتر من شرط، مش شرط واحد. مهم جدا جدا تطبق اول باول الحاجات اللي انت بتاخدها في الاكسل علشان تثبت في دماغك. بعد ما تطبق الداله بلغني في التعليقات انت طبقت الداله ولا في اي مشكله قابلتك، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.